يا مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم حاعمل معاكم حلا مرة سريع، حتى 10 دقايق ما حياخد منكم. فأي حلا سريع أصلا. إيش يبغى البسكوت شاي، فنقول بسم الله. أول حاجة حغمس بسكوت الشاي بالحليب وححطهم في الصينية. أبغى 3 طبقات من بسكوت الشاي المغمس. سويت الطبقة الثانية وهذه الطبقة الثالثة خلصتها. والطبقة التشيز ححتاج ربع كوب حليب مكثف ومحلى. ححط عليها 4 مكعبات جبنة كريمي وعلبة قشطة، ترى المكونات كتبتها تحت في صندوق الوصف. وآخر حاجة ظرف دريم ويب. حخلطهم مظبوط لين لما تتكون عندي خليط ناعم وكثيف. شايفين؟ هذا هو الشكل اللي لازم توصلوا له. بس حاكبهم فوق البسكوت. وححاول أوزعها مظبوط، يعني ما أبغى بسكوت يبين، عرفتوا؟ وبحاول على قد ما أقدر أسرع الفيديو، عرفتوا؟ خلاص حلا سريع، إيش بكم انتوا؟ خلاص حلا سريع، فيديو سريع زي كذا. واخر حاجة للتزيين حاحط قطع شوكولاتة، ممكن تزينوها بالشي تبغوها او ما تزينوها من اصله. وبس ححطها في التلاجة تقريبا ساعة ونص لساعتين، حتاخد معايا وتصير جاهزة. شوفوا كيف بعد ما قسمتها كيف شكلها من جوا مرة مرتبة وظابطة. تعرفوا الأطفال لما يبغوا يسووا حلا وما هم عارفين إيش يسووا، ادوهم هذا حلا يسووه أنتم مطمنين إنه حيزبطوا، عرفتوا؟ وعندي قائمة تشغيل بحلويات الكسلانين، حخليها تحت برضو في صندوق الوصف، إذا كنتوا يعني كسلانين أو تبغوا حلويات سريعة حتلاقوها فيها. وبس هذا هو الفيديو حقي اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو. وبس.